السلام عليكم، معكم الشيف صالح. اليوم رجعت لكم ومعايا البوراك العنابي يا خويا سلطان المائدة العنابية، وخاصة في شهر رمضان المبارك. وكما يقولوا 30 يوم 30 بوراكة. يلا بالخف نشوفوا لا فيديو. عندنا ورق البوراك العنابي مخدوم بالسميد. البطاطا نربيو فيها سنة تاع توم، راح نزيدها بنة. لا فيونداشي نقليوها مع البصل والملح والفلفل الكحل، نقليوها مليح حتى تنشف باه ما تجيناش البوراكة مرخوفة ولا طرية. عندنا البصل، الزيتون، المعدنوس، الفلفل الحار، الملح، الفلفل الكحل، الهريسة والطماطم مقطعة دي طونش صغار. نحطو الورق تاعنا. انا الجهه الحرشه ديما نديرها من برا باه متلصقش ومطون تجينا كريستيون. البطاطا نديرو مغرف وحده برك ما نكتروش باه تجينا البوراكه خفيفه وما تقهمش. بون البوراك العنبي يجي بلا فيوند هاشي، مي كل واحد وذوقه، تحبوا حتى تستغنوا عليه. نديرو البصله، الزيتون، الطماطم، الفلفل اللي يحب الحار بيان سير، فرماج انا نحبها زايده فرماج، ونكسروا العظمه تاعنا نديروها في الوسط، نديرو لها الملح الفلفل الكحل، وفي الاخير نديرو المعدنوس. درك نطبقوا البوراكه تاعنا كيما تشوفوا، ونهزوها بالطريقة هذه، نقلبوا معها الصحن باه ما تتحلش. دركا نحطوا البوراكة تتقلى، واللي يحب العظمة تاعو تجيه مروبة يزيد يقوي في الغاز. وهذا هو البوراك العنابي، ساهل ماهل، ننصحكم تجربوا هذه الطريقة. وفي الأخير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش تدعمونا. سلام.